يا ترى يعني ايه اف بي اس، وايه الفرق ما بين الاف بي اس بتاع التصوير وبتاع الفيديو جيمز، وايه علاقه الاتنين اصلا بالسلو موشن؟ قلتها صح. اف بي اس هي اختصار ليه فريمز بير سكند. اي فيديو ممكن تشوفه في حياتك هو عباره عن شويه صور ملمومين جنب بعض وعاملين لك الفيديو دوت. الصوره الواحده اسمها فريم، وكل ما الصور في الفيديو تزيد كل ما هيبقى سلس اكتر وقريب للواقع اكتر، للي انت عينك بتشوفه في الواقع، فاهم؟ والكلام ده تمام بالنسبه للاف بي اس بتاع التصوير وبتاع الفيديو جيمز، لغايه ما نوصل لنقطه معينه الاف بي اس فيها زاد بالنسبه للتصوير. مثلا الفيديو اتصور ب 120 فريم بير سكند، كده الفيديو هيخش في حاله اسمها سلو موشن، او اللي هو الفيديو هيبدا يبطأ، هو بقى سلس زياده عن اللزوم لغايه ما بقى بطيء. وطبعا الموضوع ده في بعض الحالات بيبقى مفيد جدا، لدرجه ان انت الكاميرا بتاعتك سعرها ممكن يزيد لو هي بتعرف تصور سلو موشن احسن. انما بالنسبه للفيديو جيمز انت مهما زودت في الفريمات برضه هيبقى غرضها الوحيد ان هي تخلي الصوره اسلس، لكن مش هتخش في حاله السلو موشن. بس كده يا باشا انا خلصت، اتفضل.